اسهل شي نحضر اللبن بالبيت. ايوه شو تحضري لنا اليوم؟ عندك حليب بودرة رح تخلص مدتهم بدنا نساوي فيهم لبن. يلا طنجرة نحط فيها المي. كل لتر مي بدنا 3/4 كوب حليب. وهلا رح ندوب الحليب بالمي. نحط الحليب على النار ليغلي. بعد ما غلى الحليب ما بنخليه يفور، هلا بنطفي النار. رح نترك الحليب يبرد وبعدين بنضيف اللبن. كيف بدنا نتاكد انه صار فينا نحط اللبن بالحليب؟ لبسنا جلافز، بنحط اصبعنا بالحليب وبنعد لل10. بما انه قدرنا نتحمل حراره الحليب فهلا صار فينا نزيد اللبن. ول2 لتر حليب بدنا كبايه لبن يلي هو الروب او الزبادي. رح نحركهم كتير منيح. بدنا نغطيهم، بنلفهم بالحرام وبنغطيهم 12 ساعة بدون ما ندقرن. وهلا وين اللبن؟ طبعا بعد ما تركتهم 12 ساعة شلتهم على البراد. وهيدا اللبن. بسم الله. نقول بسم الله ونعمل. ما شاء الله يجنن. ايه ده يبيه؟ وهيدا اطيب لبن شغل بيت فيك يا مجرة. وش ده؟ وين رايحة؟ تسبحي فيها مرة واحدة، شو رأيك؟ 2 تعصبيش هيك ها. كليت لا ما بنحط ايدنا جوا، بنحطه يا ربي وش ده؟ وش ده؟ افرك الخضار رح نحط الحليب. طلعي فيني. لقد هرهلت دموعي. شفتي ما اسهل تحضير. بعدها بنتركهم. اوكي اسمعي شوي. واهم شيء انه نلفهم ترن. بنلفهم بالحرام 12 ميلا. بنلفهم بالحرام 12 ساعة وبنغطيهم منيح. وبعد 12 ساعة عم بعد ما تركتهم 12 ساعة يلا نو ما تغطي ايدك مامي. انا وياكي نسينا نلبس الروبات تبعولاتنا. ايوه يلا ايوه. شفتي كيف؟ ولا اسهل من انه نحضر اللبن. باي، بنشوفكم بالوصف الجاي.